لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني نوصت ونوت وشش لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومبست رزامة دي رب العالمين وهي وادان مئوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أنتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بەڵێ خۆشەویستان کلوانی ڕابردوو لە خزمەت دوات پیرۆزەدا بووین. رب العالمین دەفەرمێ کۆمڕی بڕواداران مشتیکەکان هیچ نین تەنها نەجسن پیسن لە عەقیدە و بیر و باوەڕ لە کار و کردەوەکانیان. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ئیتر با نزیکی مزگەوتی حرام نەبنەوە لە دوای ئەو ساڵەیان. فلا يقربوا المسجد الحرام وكل تفسير قاسم دار أي لحج أو عمرة كما كانوا يفعلون في الجاهلية. ديبا أو مشترك بيسانا نزيشي مسجد الحرام نبنوا لبو أنزام داني حج يان عمرة هر وكل جاهلية أنزام ينداتك خويا بيوابو لسر بقايدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنزاوكو دل مهايمي دل لأن المسجد الحرام يجتمع فيه المتفرقون في الأرض. مسجد الحرام أو جاقا بيروزي كوا لهمو سروي زوي آني كبرد بوينو لسروي زوي لوندري كودا بنوا ليسري صفاء القلوب من بعض إلى بعض. إتلا أواني كبرتو بلاون لسروي دنيا لوندري كودا بنوا مسلمانان موحدة كان لوندري تاوكو صفاء القلوب نقاوة الصفاء باشي دلكان لبو يكتري بقوازريتوا. وها هنا يخاف سريان الظلمات في العموم. لويا أجر كساج مشرك تدابي ما ترسي أو هي كواد تاريكاي ضليوي أو مشركان بقوازريتوا لبو هندق لمسلمانان. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أي بعد حج عامهم هذا. كوات لدواي أو صاليك أو آتيتي دادا بزي لدواي أو صالة نابي تسيني شديكا مشركان بين نزيق ببنوا المسجد الحرام تصاليك بو عام 9 من الهجرة صالي نويمي كوتيبو حين أمر أبو بكر على الموسم وكو كابيان صلى الله عليه وسلم لو صالدا لصالي نوي هجري بخوي نتو بلكو أبو بكر كذب براغورو أمير لسر مسلمانان لبو أنزام داني موسمي حجي أو صالك ونوي هجريبو. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع أبا بكر بعلي رضي الله عنهما. يتلدوا أبو بكريش علي نار خوان لرازيبي لينادي في المشركين. فرماني شبكر بإمام علي كوالي ينادي في المشركين لويندري كمشركي شتدابو أوكاتا تاوكو بانك بكا لنيو مشركا كان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ناكري لدواي أو صار كسيدك أو كوا مشركة بيتا لبو حج عمره ولا يطوف بالبيت عريان نابي هيت كسيك طواف بكا لدور بري بيت بروتي كوكو مشركة كان ويان ذكر. فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. إتر الله تعالى أو برياري زي بذكر هم وكو بريار الشرعي هم وكو قدري كوا فعلا خواهي قورا أو زيقا بيروزي باراس لمشركان وهاروها هيز كسيق نابيني لدور بدي بيت بروتي لدواي أو بريارة طواف بكا. وإن خفتم عيلة وكل تفسير قاسم دل أي فقرا
ئەگەر ترسان لە فەقیری بسبب منعهم من الحرم، ترسان لە فەقیری کاتێکەوە مشریکەکە مەنع دەکەنێنە حەرەم، ترسان لە نەتیجەدا تووش فەقیریەک ببن لانقطاع أرفاق كانت لكم من قدومهم، لەبەرەوەی کاتێکەوان دەهاتن عەدەدێکی زۆر بووە، بە تەئکید مەردودێکی اقتصادی باشی هەبووە بۆ مسلمانان. ئیتر بە سەبەبی مەنعکردنی ئەوان لەوەی دەچێن فەقیر ببن، ئەگەر لەوەی دەچێن فەقیر بن فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ئیتر ئەگەر لەوەی دەچێن کە ئەو مەزدەر و سەرچاوەیەتان لێ قەتع دەبی تووشی فەقیری بن، بەڵام الله تعالى وعدتان پێدا ئەوە الله تعالى بە فەزلی خۆی دەوڵەمەندتان دەکا ئەگەر ویستی لەسەر بی، وەکو لە قاسمی دێر ئەی من فتح البلاد وحصول المغانم، لەسەر چاوەی تر وەکو چەندین وڵات فتح دەکەن و هەروەها چەندین غەنیمەتان دەکەوتە بەردەستی و هەروەها جیزیە وەردەگرن وتوجه الناس من أقطار الأرض، و هەروەها مسلمانان کە لە هەموو جێگایەک دێن کۆ دەبنەوە لەو جێگا پیرۆزە، هەم لە بۆ عیبادەت دواتریش لە بۆ ئەوەی کەوا تیجارەت بکەن و سوود وەربگن و سوود بگەینن. إنزا وكذا ابن إسحاق ضل إن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق فلتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق. كواتكاتك واتدابزي قتيان باشا بازار كان ما نامينة وتجارة نامينة تكون مشركنين عدد زور ببتابة أوكات وهروها زۆر شتێک لەو قازانجەکەوە بەدەستمان دەهێنا لە مەوسیمە لە دەستمان دەچی. فقال الله تعالى وإن خفتم عيلة، ئیتر ئەو ئەتەدابەزی هەتاوەکو نهايەتی ئاەتەکە أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، ئیتر خوای گەورە تعویز دەکاتەوە لە مقابلەوەکەوە مشرکانە فعوضهم الله مما قطع عنهم بأمر الشرك ما أعطاه من أعناق أهل الكتاب من الجزية. لا تدواتري خوای گەورە فەرمی پێویستە ئەو کافرانەی کەوا ئیمان ناینن جزیەی بدەن، ئیتر ئەگەر ئەو بازارتان لێ قەتع لەولە جزیە وەکو مەزدەرێک و سەرچاوەیەک لە بۆ دەوڵەمەند بوونتان خوای گەورە پێتان دەبەخشی. فسوف يغنيكم الله من فضله، وەکو لە تەفسیری سعدی دەڵێ فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، رزق تایبەت نییە بۆی کەوا لە یەک دەرگالۆت بێ یان لە یەک جێگالۆت بێ، بل لا ينغلق الباب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة. هر درجاك اللي قفات بي لرزق چەندین دەرگای دیکە لێ دەبیتەوە. فإن فضل الله واسع، فضل الله تعالى زور فراوانة، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم. بتايبتي لبو ئەو کەسانێکەوە لە پێناوی الله تعالى شتێک واز دەینن لە پێناوی الله تعالى فإن الله أكرم الأكرمين. تر الله تعالى لوان تعويز دكاتو چونك سخاوته كرمي الله تعالى لها موزاتك زياترا. وقد أنجز الله وعده، يتر الله تعالى وعدك خوي بجيجان فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله. الله تعالى مسلمانان بفضل خوي دولة مدكر وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. تر خوي قولا رزقي خواني لو فراوان كرهتاوك بهويوة بونا گەورەترینی دەوڵەمەندەکان و پادشایەکان. بەڵام کاتێک کە دەفەرمی ئین شاء لە تەفسیر سعید دەڵێ خوای گەورە دەوڵەمەندتان دەکات لە فەزلی خۆی ئەگەر بیەوێ، لە سعدی دەڵێت تعلیق للإغناء بالمشيئة، کەواتە خوای گەورە دەفەرمی ئەگەر بیەوێ خوای گەورە بە فەزلی خۆی دەوڵەمەندتان دەکات، کەواتە ئەو دەوڵەمەندکردنەی بەستایەوە بەچی بە مەشیئەتی خۆی. لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان. راستي زور جوان هنايتي لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان. برواتي نجن هر کەسەی ئیمانی هنا إلا خوای گەورە دەوڵەمەند دەکەواتە دەوڵەمەند بوون پەیوەستە بە ئیمان، ولا يدل على محبة الله. و دەوڵەمەندکردنیش بەڵگە نییە لەسەرەوەی کەوا خوای گەورە کەسێک دەوڵەمەندکرد خۆشی دەوێت، فلهذا علقه الله بالمشيئة. خوای گەورە پەیوەستی کرد بە مەشیئەت هەندێک کەس دەوڵەمەندەکە، کەواتە شەرط نییە هەموو ئیماندارێک دەوڵەمەند بکە، هەندێک کەس دەوڵەمەندەکە. لێ دەڵێ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله تعالى دنیا دەداتە کەسێک ئیوا هەیە خۆشی دەوێ وهای خۆشی ناوێ، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب.
بەڵام دین و ئیمان ناداتە کەسێک ئیلا مەگەر خۆشی بوێ دین و ئیمان ناداتە کەسێک ئیلا مەگەر خۆش بکواتە نیشانی خۆشویستنی خوا ئەوەی کە خوای گەورە هیدایەتت بدات لەسەر عەقیدەی تەوحید بژیەی بە پێداویستیەکانی ئیمان هەڵبستی ئەوە نیشانی خۆشەویستی خوای گەورەیە بەڵام بەخشینی ماڵ و نەبەخشین ئەوە تەنها هیچ پەیوەستی نییە بە ئیمان و لەوانەیە قارونێکی کافر خوای گەورە ئەو هەمووی پێدەبەخشی ئیتر مسلمانی زاروە هەیە خوای گەورە پێدەبەخشی لە هەموو في كل الأحوال ئەوەی کەوا گرنگە وا تێنەگەین لە لەوازم و پێداویستەکانی ئیمان ئیلا ئەوەیە دەوڵەمەند بین نا بەڵکو دەوڵەمەندی و فەقیری هەردووچیان ئیبتلایە بەڵام ئیمان و هیدایەت نیشانی خۆشەویستی خوایە سبحانه وتعالى بەڵام ئەوەی کەوا خوای گەورە هیدایەتیشی داو ئەو ئیمانی پێدەبەخشی لە پێداویستیەکانی ئیمان ئەوەیە کەوە قەناعەتی پێدەبەخشی قەناعەت پێدەبەخشی بەدڵ دەوڵەمەند دەبی بەدڵ دەوڵەمەند دەبیتن و ئیستغنا لە خەڵکی دەکات چاوی لە دەرگای خوایە سبحانه وتعالى هەروەکو لەو ئاتەی کە خوای گەورە وەسف پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم كاتك فرمي ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا فأغنى تفقير بو إخوائي قول دور من ذكر إهمان نزان في صلى الله عليه وسلم وكل سيري ديارة كوا في صلى الله عليه وسلم أو دور من دنب وأدي باش معناه فأغنى نزانا دفن فأغناك بالقناعة أتوي بقناعته دور من ذكر في صلى الله عليه وسلم بقناعته أغنى الناس أو إذا هات دستيشي لا غنائمه لو بابتانا وكل حديث يقدر فن لنا أقرم سيشون بس دابرو هر هموي توزيع ذكر هر هموي توزيع ذكر سبحان الله كوفاتش ذكا بقرز داري وفات ذكا صلى الله عليه وسلم لا تفسير محرر ضلي فيه دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد أو أتبل قيت ذاك رزق بماندي بنية وإنما هو من فضل الله لفضل الله تعالى تولى قسمته بين عباده الله تعالى بخوي برياري دا كتوني توزيع دكاني وبندكاني وذلك بين في قوله تعالى وذلك بين في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لسورة الزخرف السيد نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فإيمينا معيشة مال لنيوانيا لجيان دنيا دا تقسيم كرديا وهو أيضا يفتح باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده لأنه يفعل ما يشاء وهو آتك كذا فرمي ينيكم من فضله إن شاء كواتا والدك كوا بفاري والأخوة سبحانه وتعالى بمشيئة خوي دولة من كبيويست بكز النبي طبعا لذا ما بس أوانية كوا إما بار بدينو إيش نكنا الخوي يقول فرمي فيكني فمشوا في الأرض وكلوا من رزقي فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقي كوات كباز لزويدك انقو بقرين وبصورين لرزقك كيف خون كواتا سنة خوي قولوا بو بيغمبرانش عليهم الصلاة والسلام أولياء وبياو صالحينيش كم ينزور إيش ينكر كواتا دبيئة إيش كخوي قولوا دانا بلان بزانا رزقك لقدر أو تقسيماتك خوي قول كرديتي نك لقدر ما نديبون بس أي خوش ما ندبين كسانك زور بإسراحة رزقك شي زور يعني هيك كسان شي زور ما ندين رزقك شهر تنجا إتر أصل واه داوى رزق الله تعالى بكينو وهروها لقدرت وأنا إيش بكينو تساوى ما لدستي كاس نبي لا تفسير في ظلال سيد ضليل لكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة أو موسم آبوريي كوا أهل مكة تساورواني دكا والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة كاتا زور بي زوري الدولة مندكاني جزيرة لسر تجارة دجيان لازمني وأنا رحلة الشتاء والصيف وكخوا يقول لسورة قريش خوا يقول إشارة بيدا كوا فعلا تجارة يعني كو يستا مثلا خلق دار تجارة دكا دست الصين دست فلان أو كاتيش تجارتي زستانان وهاوينان ينهبوا كواجيان يان تجارة يعني لسر أوبو إنها كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج همو أو مصالحانا بالنسبة للمسلمان معرضة لدستيان بتكاتك ومشركة كان منع ذكرينين نبو موسم حج وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة وهو لازم نؤاتانك أخوي قوله فرمان دكاك ومسلمانان جهاد شي قشجير إعلام كانت جي كافرة كان بالي زرديا لو أنا للان اقتصادي وزرديا بيبقى
ولكنها العقيدة، مسألة عقيدة وبيرباورة. والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة. الله تعالى دي أودلانا هميك لا بتولب عقيدة كيان. وبعد ذلك فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة. كاتب الله لدواي أواش والله وظاهرا ضربة الاقتصادية ندري الله تعالى كفالة برزق دكاتن لدواي أو أسبابه كارانك وإما ديبينين. لو يدفن وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب. إترك الله تعالى مشيئة لسربو هو كار دقوريبه هو كار يتر. وحين يشاء يغلق بابا ويفتح أبوابا. كويستي لسربي أجر تيبا درجاك لدا دخت سندين درجاي ديكت ليه دكات وإتر ديارة إن لدوايش تعالى أكوتا أكد فرمي إن الله عليم أي بما يصلحكم وكل قاسم داري. الله تعالى عليم آقادار بوي تسلبونغو باشا حكيمة أي فيما يأمر وينهى عن وهروا حكيمشة بوي كوا تسلبونغو باشا تسلبونغو باش نيو فرمان كفرمان دكا وقد غدك أشتانك لتان لسر أساس حكمتي وهروا تفسير السعدي جدالي إن الله عليم حكيم علمه واسع علمك زور فراونا يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق دزاني خواهي سبحانه وتعالى سر أو أساس دا دزاني خواهي سبحانه وتعالى كوات شيء لائق الدولة من دبك شيء لائق نية دولة من دبك ويضع الأشياء مواضعها همشتكان لزيقاي خوي دادني وينزل منازلها همشتكان لزيقاي خوي دادني للتفسير المحرر جدله إن الله عليم بكل شيء أقدار بهمشتك ومن ذلك علم بما تخفيه صدوركم أقدار بوي كونا وسينغتان شارديد تانوا من خوف العيلة لو يكوا دا ترسين لفقيري وعليم بما يصلح لعباده ودا الزايد سبع شلبو بندكاني فيعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق به حكيم في شرعه كواتا همشتكان لزيقاي خوي دادني خوي سبحانه وتعالى هم عليمة هم حكيمة سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.